صاحب البيت لقاني نايمة، كانت تقريبا الساعة 2 بالليل كده ولا حاجة. قال لي قومي فزي، انتي على طول نايمة؟ فزي يعني قومي، يعني بالصعيدي وكده. فطبعا فزيت على طول، اللي هو ايه ده خير يعني؟ انتي على طول نايمة؟ قلت له والله تقريبا محسودة. قلت يا بنت اقول المحسودة يمكن يرقيني، يقول لي كملي نوم ولا حاجة. قومي قومي، جايب لك مفاجأة بتحبيها، قومي. فين؟ في المطبخ. واخش الاقي الامر اللي قدامكم ده. بسم الله ما شاء الله، ضاني تقريبا بتاع خروفين، يعني ده مستحيل يكون كيلو مثلا يعني. طب المفروض ان انا هنضف ده. الساعه كام؟ 2 بالليل. انتوا متخيلين الساعه 2 بالليل؟ لا لاقيه جلده انبوبه ولا لاقيه اي حاجه. دخلت على التيك توك، راجل كده كبير الله يبارك له، قال لك هاتي ازازه وابداي نضفي بيها. قلت حلو جدا، عندنا الازاز كتير، احنا كده كده مش بنرميها اصلا، بنلمها ونبيعها. المهم رحت جايبه كده ازازه. طب امسك بقى المنبرايه، منبر ضاني بقى، ما مش عجالي ده ضاني اللي هو الرفيد مع جدا ده. عملت زي الراجل كده ما عمل، ومتحمسه بقى، لا ده انا هقوم افيد البنات بقى واصور معاهم. طب يهديك يرضيك، المنبرايه اصلا رفيعه جدا. اعمل ايه؟ لفيت حواليا يمين وشمال، ما لقيتش غير السرنجه بتاعته وبشيلها كده جنبه، ورحت واخداها. وانا هعمل له ايه اللي الدنيا ليه؟ انا اصلا قايمه قرفانه لوحدي. رحت جايبه السرنجه دي هتلاقيها في الصيدليه اكبر مقاس. قمت قصه البوز بتاعها بالشكل ده. وبعد كده هندخل المنبارة بالشكل ده. طبعا منبار طويل، تحس ان الراجل الجزار اخد المنبار كله، جابوا لي حته واحده، مش متقطع، لا هو تقريبا وصايه يعني. المهم هتقومي مدخله كده المنبرايه، وتقومي مطلعه سنه بسيطه منها جدا جدا في سن كده السرنجة، وتحت المية كده تقومي قلباه. اتقلب في ثانية. قلت ايه بنت الانجاز ده؟ صحصحت بقى. حسيت ان انا الساعة 2 بالليل وبخترع، لا انا ما فيش مني يعني. المهم قلبته بمنتهى السهولة وطلعت تحفة جدا. وعايزة اقول للراجل اللي كان منزل فكرة الازازة، في ناس بتجيب ضاني، مش عجالي بس بخترع لنا حاجة، بس انا اخترعتها المرة دي، خليك انت على جنب. الحاجة التانية، لسه في الحاجة الأولى. تاني أهي من قريب شايفين. وبعد كده تقومي فاتحة سرسوب مية، سرسوب حاجة بسيطة خالص، وتقومي قلبها بالشكل ده أهو. مفيش ولا حاجه. حد هيقول لي يعو معه، انا معاكي والله. انا ما قلتلكيش حاجه، بس الاكله دي ما ينفعش تاكليها من اي حد بره. وانا لما قعدت اتقفف بالليل بيني وبينكم، وقعدت ارد، قال لي بتقولي ايه؟ قلت له لا انا عادي بتكلم مع نفسي يعني. الاكله دي ما ينفعش تاكلي، انك بتحبيها ما ينفعش تاكليها من بره، لازم تكون ست بيت نظيفه نظيفه كمان عشان تاكلي وراها الحاجات دي. ولا نحط بوتاص بقى وننضف زي بتوع بره، ما ينفعش الكلام ده يعني. المهم وادي كمان مره تاني من قريب، نفتح سرسوب المياه الطبيعيه المتنقيه، ونبدا ندخل كده. شايفين اهي بتدخل بتتقلب في ثانيه، المنبار بيتقلب معاكي في ثانيه. ده بقى المنبار الضاني اللي بيغلبك. حد يقول انت ليه عملتيها 3 مرات؟ ما احنا خلاص حفظنا الطريقه. لا ما تقفقفيش يعني، ما تنفخيش في وشي. مش فاهماكي يعني. طب ما انا ما قعدت الساعه 2 بالليل انضف، انت كنت باكد معاكي المعلومه، غلطتش انا. المهم كده كانت جميله قوي. حد هيقول لي طب انا ما عنديش اساسا السرنجه دي يا بنت اموله، اعمل ايه؟ اصبري معايا، اخترعت لك حاجه برضو. صراحه ما اخترعتهاش، انا غشيتها. استنوا اوريها لكم. كنت عارفاها بصراحه من زمان، وبرضو كانت سهله جدا، يمكن اسهل كمان من السرنجه. بس السرنجه ميزتها حسيتها ان هي ايه، مع نزول الميه والمنبار بيتقلب، بينضف لك المنبرايه من جوه. تمام، ركناها على جنب. نجيب بقى الطريقه التانيه. ما عندنا السرنجه بقى والدنيا ليه. تقومي عقده طرف المنبار عقدتين جامد كده، وتضغطي على سنك كنت بترطي في المطبخ يعني، انت طبعا عماله ترطي مع نفسك. تمام. وبعد كده بتقومي مدخله الربطتين دول جوه المنبرايه نفسها. استنوا اعمل لكم بطريقه اسهل. تمام. بصوا انا خدت واحده 2 متر طولك كده، اطول منك. تمام، شايفين طولها قد ايه؟ نيجي كده بقى بالراحه، نمسك الطرف بتاع المنبره ونعقده عقدتين، او نربطه ربطتين، او نحبكه حبكتين. بعد كده نبدا اهو، شايفين العقده دي ندخلها جوه المنبرايه. خلاص يعني، قد عقلتين صباع كده. ايدك بقى اليمين دي تبقى ثابته، والايد الشمال تشد من ورا. انت فاهمين اهو؟ بصي بس كده بس ممكن تعملي المباراة طولها كله بالطريقه دي، وما تاخدش معاكي وقت خالص. بالله عليكي ما حلوه؟ بالله عليكي بطلي نفخ، ما حلوه؟ بطلي في شعرك، بالله عليكي ما حلوه؟ المنبار ده ما لقيتش فيه دهون، فتقريبا حد واخد الدهون بتاعته. الدهون دي، المنبار ده متاخد دهونه. اللي خد دهون المنبار يرد لو سمحت. طيب ما عندناش جلدة أموبة بقى، أحوس بقى في المطبخ ولا قعدت ألف حوالين نفسي، إيه يا رب ينفع أنضف؟ طب سكينة؟ لا ما عنديش خلق. لقيت لك بقى إيه، عارفين البتاع الدايرة دي المفتوحة اللي بتكون في إزازة الزيت؟ هي دي.
هي دي قمت جايباها قطعتها كده من ازازه الزيت، ما انا مش مشكله ازازه الزيت دلوقتي، انا لازم اتصرف. بس كده ايه ده، دي جالتها جالت الممبرايه، خليتها فله فله بتلق لا كده من النظافه. وشايفين اهو ما اتقطعتش، حبيت برضه احط لكم ايه عشان انتوا عالم شكاكه. انتوا عالم شكاكه، هتقولوا ان انت قطعتيها يا اختي، لا والله يا اختي ما اتقطعتش، ونطفت معايا في ثانيه كده ثانيه. هوريكم انا خلصت الساعه كام، اصبروا معايا. بصوا بقى لونها استغفر يعني، لونها صعب ازاي اهو. بصوا بصوا، بندخل بقى الفتحه اللي هي المفتوحه دي تمام جوه الممبرايه، ونضغط على نكبس كده بصوابعنا الاتنين ونشد على طول تطلع معاكي. ركزوا في دي لونها اخضر ازاي. وحد هيقول لي خلاص شفناها، هقول لك حبيبتي انا لازم اكد المعلومه، اموت لو ما اكدتش، ارحمينا يعني، استحمليني شويه، مالك في ايه. بصي اهو، بصي ضغطه ازاي بايدي، ضغطه لما الدم هيقف في ايدي. بص اه، نضغط شايفين بتنزل بلاوي قد ايه، ايه القرف ده. واللي يشوف الممبار اصلا يا جماعه يقول لك ده نظيف، لكن شايفين انتوا ممبرايه واحده بس مطلعه قرف قد ايه. لا انا كده كنت كده تعبت، ركنت بقى ورحت عملت كوبايتين شاي بعد ما نفخت دي، لان خلاص فصلت. هتقولي فصلت من حتتين عملتيهم، فصلت، ما انا كنت نايمه يا اختي. المهم خلصت كل الكميه، رحت نقعهم في ميه، ودي اول نقعه. شايفين البلاوي اللي طلعت منه. حد هيقول لي ده منبار، هقول لك لا، دي الزلاويق اللي بتكون حوالين المنبرايه. شايفين الجرف؟ شايفين الجرف شايفين يا حبايبي؟ يقولوا شايفين. شايفين المنظر. ودي تاني شطفايه، لازم يعلن كده ستات بيت شاطره ونضيفه، لازم المنبار كده 15 شطفات، ولو عندك وقت زياده اديله 20 مفيش اي مشكله. فضينا الميه نرجعه مره تاني اهو، وادي تالت شطفه. شايفين بفتة بيلق لا من النظافه. نجيب بقى شويه ملح كده محترمين، ويا سلام بقى لو ملح خشن كان ايه بقى فله كده. حطيت له ملح، ما كانش عندي ليمون، بقول لك الساعه 2 بالليل اقسم لك بالله لما كنت هطق رحت حاطه له اللي هو بديل الليمون ده، مش هيقول لا. شايفين النظافه بيلق لا كده. دي الشطفه الكريمه مش فاكره. المهم اخر شطفه دي بقى بحط فيها معلقه طحينه، معلقه طحينه بغسل بيها ايدي علشان بتضيع لك حرفيا ريحه الزفاره اللي في الممبار الضاني تماما من ايديكي ومن الممبار نفسه. نقعته بقى هنا على بال ما شربت كوبايه شاي تاني، ما خلاص بقى انا قلبت معايا، هستنى الفجر كده كده يعني. ودي كده خلاص الشطفه الكام انا مش فاكره. الساعه كام بقى يا ولادي؟ الساعه 4:05. هل انتم متخيلين ان في حد ينظف منبار بالكميه دي الساعه 4:30؟ 4:05 كنت مخلصه، استنينا الفجر بقى. المهم يا اختي صحيت الصبح كده، لا نضفت بقى فلازم اعمل اكله كده معتبره. رحت جايبه بقى الايه، هنحشي الممبار بايه الضيق الصغنن ده، مش هينفع يتحشي بقمع، محدش يقول لي قمع وحط ولا بق ازازه، انتوا شفتوا حجمه عامل ازاي. نجيب نفس السرنجه نبدا نحشي كده، وبصبعك الصغير تقومي زقه الرز للممبار لتحت، وبعد كده نبططه تبطيطه كده زي ورقه الكراسه. علشان ايه؟ علشان يا اختي ما يفرقعش معاكي في الحله وانت بتسلقيه. مش بعد التعب ده كله والسهر ده كله ونيجي نسلق نلاقي الرز في حته والجلده طايره عايمه على الميه في حته. تمام؟ شايفين سهله قوي قوي قوي. انا بحب الحاجات دي يعني، بحب الحاجات اللي تكون صعبه واخترع لها حاجه. حد يقول لي ده بنتي ده اختراعك، اقول لك وربنا اختراعي، وربنا السرنجه دي ما حد نزلها قبل كده. والناس اللي بتقول لك تسلم المخترعه، ما حدش، انا اسلم لوحدي. انا اسلم وما حدش يعمل طريقتي لو سمحتوا. وانا لا احلل طريقتي، اي حد ياخدها وتمام. ادعي لي في سر، مش لازم تدعي لي وتاخدي مجهودي يعني. المهم شايفين السهوله، شايفين الدمال. معلش احنا البلد اللي بتقول الجيم دال. شايفين الدمال؟ ايه الدمال ده. طبعا انا رايحه انضق يعني اكمل في الارض، وانتوا رايحين فين؟ رايحه فين انت ورايا؟ اقعدي. وطالما قعدتوا ساكتين هجيب لكم المنبار بعد ما خلصتوا. شايفين الكميه دي؟ شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. كده خلاص انا خلصته. نبدا بقى للسلق. في ناس بتحب تحطه في الفرن، وانا كنت كده زمان بحب احطه في الفرن، بس الفرن بعافيه بيني وبينكم. فهنسلقه خلاص. نروح بقى نسلقه. عايزاني بقى احط لك ميه لا لا، ما عنديش وقت. سبت الميه تغلي، حطيت لها كده طماطميه مبشوره، وحطيت لها بصلايه مبشوره، واول ما غلي قمت منزله الممبار بتاعي. تمام. اول ما يبدا يغلو، شايفين الحمار والحلاوه ولا مش شايفين؟ شايفين يا حبايبي؟ قولوا شايفين. اول ما بدا يغلي معاكي هتهدي النار تماما، وهتسيبيه بالظبط الممبار الضاني ساعه الا ربع. اما العجالي بياخد من ساعه لساعه وربع. تمام كده عشان بيكون حجم اكبر، اما ده ما بيستحملش يعني. وكمان ممكن تديله غلوتين وتقفلي عليه وتسيبيه نص ساعه في الميه المغليه، بس انا ما بحبش الطريقه دي، بحب كده يبقى فيه الصوص بتاعه. نحمر بقى. لا انا عامله رجيم، ما ينفعش احمر في الزيت دلوقتي. رشه زيت ورشه حليب كده، وعملته في القلايه، وكان جمر 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 زي ما انتم شايفين. نسيت اوريكم دول اللي باقيين ما شاء الله من الاكله يعني. حبيت اوريكم الحمار والحلاوه من جوه شكله عامل ازاي.
بس خدوا بالكم الضاني ده الدهون بتاعته مسروقه. اللي خد دهون الضاني يجيبها لو سمحت، ولا هو ما بيكونش فيه دهون ولا ايه يعني. كده خلاص الفيديو خلص. لا الفيديو خلص، مع السلامه.